يا بنت يا هدى يا مكة، يا بنت انت وهي تعالوا ساعدوني يلا. انت يا ست زفتة. في ايه يا ولاد؟ صوت امكم عالي كده ليه؟ صوتها واصل لاخر الشارع. ما تقومي يا اختي ساعتي ماما. انا بقرا القران، روحي انت يا ماما. خلصت يا لولو، ما عادش غير ساعة ونص على المغرب. طب خلنا ايه النهارده؟ ابعد عني دلوقتي عشان انا كل ما الاذان بيقرب خلقي بيضيق، وبعدين ناديلي عيالك، ما انا ما خلفتش بنات. مش عارف انا الستات دي خلقها بيجي ليه في رمضان؟ بتعمل ايه يعني؟ ايوه يا ماما، عايزين اساعدك في حاجه؟ ايوه طبعا، وانا مش عماله انادي عليكي من الصبح. كنت بصلي. طب يلا اتفضلي طلعي حاجات السلطه وقطعيها صغيره عشان ابوك. وانتي يلا مك، بدل الفضه ده طلعي الطباق ورصيها على السفره يلا بسرعه. حاضر. العصر كان هيفوتني. يا هدى سيبك من السلطه وخلصي الملوخيه، ارجع الاقيكي مخلصاها. مش كنت بعمل السلطه. بتقولي حاجه؟ ما بقولش حاجه يا ماما. لولو فاضل قد ايه على الفطار؟ استغفر الله العظيم، دي 10 مرة تسألني. ما الموبايل في ايدك، ما تشوف الساعة كام، او اقول لك روح اتفرج على المسلسلات. ماشي يا لولو. او اقول لك انت بتعرف تعمل ايه؟ لا ده انا بعرف اعمل كتير، يعني مثلا انا استاذ قطايف، انت جهزي الحشوه واحشيها وانا اقفلها لك. وعلى ايه؟ وليه التعب ده؟ روح انت اقعد مع عيالك. حاضر. الرجالة دي مش بنستفاد منها حاجة، ولا حتى العيال. يا هدى يا محمد تعالوا خدوا الطباق. هاتي يا ماما. هاتي يا ستي. لا لسه 5 دقايق. لسه 5 دقايق؟ وليه الفرهده دي؟ لو كنت اعتمدت على العيال مش كنت هخلص النهارده. يا محمد هات العرقسوس والتمر هندي. انت جايه تقولي لي قبل المغرب بدقيقتين؟ انسي يا ماما. انت هتنزل السبت للراجل اللي تحت البيت، ما انا طول اليوم واقفه. ان شاء الله. يلا يا لولو انت فين؟ الاذان هيأذن. يلا انا جيت اهو. الله اكبر الله اكبر. اوعى حد يحاول على قناه رامز. انت مصدقه يا وليه؟ ده رامز ده دم امه تقيل ومتفقين مع بعض كلهم، انا ما اعرفش تتفرجوا على ايه، والنبي حط لي شويه شوربه. ما الشوربه قدامك اهي، وبعدين لو مش عاجبك رامز قوي ما تتفرجش عليه. ده رامز جه، الحق اشوفه جاب مين. شوف الراجل ساب الاكل وجري، وكان لسه من ثانيه يقول ده رامز ده متفقين مع بعض.